يلا، دي مش القشطوطة، دي المسخسخة. فيها شبه من القشطوطة، ولكن هي مش القشطوطة. ليه؟ لان دي فيها كنافة، التانية كانت كيكة بس، وبدون لبن وبدون سمنة وبدون اي حاجة، كانت اكتر من بيض وبس. لكن ديت حاجة تانية. خشي على مطبخ رودي لكل شيء وشوفي ديت اتعملت ازاي. دي المسخسخة. يلا على مطبخ رودي لكل شيء وشوفي المسخسخة اتعملت ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة. احنا جايين النهارده نعمل مع بعض المسخسخة. ايوه المسخسخة. يعني معانا كوباية الا ربع لبن وكوباية الا ربع سكر وثلاث بيضات وبيكنج باودر وفانيليا، وتعالي اقول لك، وكوبايتين دقيق ومعلقتين سمنه. يلا بينا اقول لك نبدا نعمل ايه. هننزل 3 بيضات ومعاها الفانيليا وهنضربهم كده زي ما انتم شايفين، وننزل بذره ملح بسيطه ونضرب برده التاني، وهننزل بالسكر شويه بشويه. اوكي. يلا لو كنتي اول مره تشوفي الفيديو معايا او اول مره تخشي القناه بتاعتي، اعملي اشتراك على القناه بتاعتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ومعلش تاخيري ليكوا، وما عملتش كحك السنه دي وبسكويت ولا بيتي فور ولا غريبه، بس نزلت لكم اللي انا كنت عاملاها السنه اللي فاتت. كده تمام. هننزل بمعلقتين سمنه حلوين هرميه كده، يعني ربع كوبايه سمنه. تمام. يلا احنا نزلنا بالسكر شويه بشويه لحد ما داب، وهنا معايا اللبن سخن، مش دافي، لا سخن. هننزل بيه برضك شويه بشويه، وان شاء الله هننزل بالدقيق. هنحط الدقيق عليه كيس البيكنج باودر. تمام. هنعمل مع بعض المسخسخه. عارفين يعني ايه مسخسخه؟ حاجه كده لذيذه جدا جدا، مسخسخه في قلب بعضيها، ما تعرفيش تطلعي الخرطه من كتر السخسخه بتاعتها. بص انا حطيت كيس البيكنج باودر على كوبايتين الدقيق، كوبايتين ستانلس دقيق، يعني تقريبا كده كيلو ونص دقيق، مش لا نص كيلو دقيق. هننزل شويه بشويه، مش هننزل بالكميه كلها، هننزل حبه بحبه عشان الدقيق بتاعنا بيشرب السوائل بسرعه. واحنا عايزين الكيكه بتاعتنا ما تبقاش ايه ماسكه نفسها، تبقى سايله زي ما انتم شايفين كده. تمام. طبعا احنا مشغلين الفرن من تحت ومن فوق، اول ما ندخلها في الفرن هنقفل اللي فوق وهنشغل تحت. احنا مش محتاجين ليها وش، ماشي، بس محتاجين انها نستوي سوا كويس. يلا هنحطها في الفرن ونيجي نشوف هنعمل ايه تاني على ما دي ما تخلص من الفرن وتطلع من الفرن وتبرد، واقول لكم هنعمل ايه تاني. تمام. يلا خبطيها خبطتين كده عشان لو فيها اي حاجه اي هوا يطلع. تعالي بقى نعمل الكريم جانتيه. انا نزلت استسهلت وجبت كيس كريم جانتيه وريحت دماغي، وعندي كوبايه لبن متلجه متكتكه. هنحطها على الكريم جانتيه وهنضرب بالمضرب البيض بتاعنا حلو جدا كده زي ما انتم شايفين. طبعا ما انتم شايفين من ايديا عشان في الشاشه دلوقتي، اعوجها لكم على يمين كده ولا شمال اهي، شفتوا اهي. بصي بقى، بعد ما مسكت نفسها انا عندي كريم جانتيه في التلاجة جاهز متجهز اهي. لما بيفضل مني كريم جانتيه بروح حاطاه في اي علبه ولا في اي حاجه واحطه في التلاجة، واقول خساره ارميها شمال ولا يمين. يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهل سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. يلا هنضرب الكريم جانتيه ده مع ده ونحطه في الفريزر، واقول لك هنعمل ايه تاني. بصي هنحطه في التلاجة عشان ايه ما يفكش الجموديه بتاعته وما يسحش مننا. تمام. بصي اهو كده خلاويص. القرن بتاعنا بدأ عملناه كده، لو القرن بتاعه كده حلو وماسك نفسه اهو. يلا تعالي بقى نحطه في التلاجة واقول لك نعمل ايه. وهنعمل كريم كراميل. هنحط الطاسه اللي انتوا شايفينها ديت على نار هاديه، وهننزل بالسكر، وما تغلطيش غلطتي وتقعدي تقلبي، سيبيه زي ما هو كده لما يسيح لوحده، وبعد كده تكملي بقى بقيه التفاصيل. ولكن انا غلطت اكبر غلطه ان انا ايه قلبته زي ما انتم شايفين كده، علشان كلكع زي برضو ما انتم شايفين كده. هو هيفك ان شاء الله، كل ده هيفك، ولكن هيتعبني شويه في الفك. تمام. هياخد معايا وقت يعني. دي كوبايه ميه هنحط عليها معلقه واحده، معلقه واحده بس نشا. حلو اهيت. وهننزل بيها على الكريم كراميل بتاعنا بس لما يفك خالص. بص هو فك وهيمسك تاني، ما تقلقيش. على فكره لو مش عايزاه يمسك ممكن تعملي حاجه تانية، ممكن تسخني الميه. حلو. لا ما ينفعش تسخنيه. لو سخنتيها وحطيتي عليها الكريم جانتيه اللي حطيتي عليها معلقه النشا ممكن تجمد. لا ما تسخنيهاش، ننزل زي ما انا نزلت كده، وهي كده كده ايه هتفك تاني زي ما انتم شايفين كده. فاضل حته اهي مش هسيبها لما تفك خالص، والقوام بتاعنا يبقى تقيل سيكه كده. واقول لكم رابع خطوه ايه. اول خطوه عملنا الكيكه اللي هي المسخسخه، وبعد كده عملنا الكريم جانتيه، وبعد كده عملنا اللي انتوا شايفينه دهوت اللي هو الكريمه بتاعتنا.
تمام. تمام. رابع خطوه ايه هي؟ هقولك، مستعجله على ايه؟ هقولك صدقيني، امشي بس معايا واحده واحده كده وما تقلقيش. انا مش هدفع عليها الا لما القوام بتاعها يتقل سنه وتبقى حلوه كده، ونحطها على جنب تبرد لحد المسخسخه بتاعتنا ما تطلع من الفرن. دي مسخسخه مش قشطوطه، اصل هي فيها شبه من القشطوطه لان انا دلعتها شويه من فوق، ما كانش المفروض تدلع من فوق قوي كده، بس هنعمل ايه؟ يلا بقى، انا بحب ادلع كل حاجتي. يلا، ديت كنافه، دي رابع خطوه. الكنافه بتاعتنا كانت في الفريزر، قلت ايه اما فرفرها زي ما انتم شايفين كده واعملها زي فتافيت السكر. تمام. ليه بقى؟ عشان هنحمرها مع بعض. لا مش هحمرها مع بعض، انا هحمرها لوحدي عشان بتاخد وقت. بص انا فرفرتها زي ما انتم شايفين كده. يلا هطلع احطها على البوتاجاز واخلصها وارجع اقول لكم ده من ايه. اهي، ايه رايكم؟ حمرتها بقت 100 100. يلا، عندك عسل كلوكوز اوكي، عندك عسل نحل اوكي، عندك شربات تيل برضك اوكي. هتنزلي بحبه كده حلوين قد معلقتين كبار او 3 معالق كبار، وده حسب رغبتك. ولكن الكنافه قدامنا ما هيش كتير، انا جايبه نص كيلو بس، خدت منهم حبه صغيرين قد ربع كيلو برضو كنافه. تمام. يلا هنسيبها بقى على جنب برضو، هنحطها على جنب كده وهنشوف الكيكه بتاعتنا حصل لها ايه. اهي. يلا هاتي الشوكه وخرمي خرمي خرمي وقطعي بالسكينه كده خرط خرط، بس دي اكبر غلطه انا غلطتها برضو، محدش فيكم يخرط، اسمعوا مني. انزلي بقى بكوبايه لبن فيها معلقتين 3 سكر لحد ما تشرب حلو جدا الكيكه بتاعتنا، وبعد كده انزلي بشويه كريم جانتيه عشان لما تحطي عليها الكنافه كده تمسك في الكريم جانتيه. تمام. ايه رايك؟ دي مسخسخه ومسخسخه مسخسخه. هوريكم في الاخر معرفتش اطلع منها عشان هي ايه، مسخسخه بنت المسخسخه، كانت عايزه تحط في الفريزر. يلا نزلنا بشويه كريم جانتيه فوق الكنافه بتاعتنا. بصي بتلزق ازاي، بتطلع معانا. جبت كوبايه طبق جنب مني فيه شويه ميه، احط المعلقه او الباتيوله في الميه واحطها تاني على الكريم جانتيه، ايه، اوزع بيها الكريم على وش الكنافه عشان ما بيطلعش منها. بصي كل ما بحطها هناك بتبقى ايه، 100 100 وبتتساوي اكتر. ماشي. ماشي. يلا هننزل بكمية تانية من الكنافة بتاعتنا على الوش. وتعالي بقى هاتي الكريم جانتيه، لا هاتي الكريم كراميل اهو، تحطي بقى على الوش كده كريم كراميل كده، دلعي بقى المسخسخة. هو المفروض اخر المسخسخة اللي هي ايه، الكنافة. انا بقى الكريم كراميل والحبة اللي انا حطيتهم كريم جانتيه دولت بقى من ابداعي بصراحة، ربنا عايز دلع العيال. لقيت عندي شويه كده قلت اما احطهم وامر الى الله. ابدعت ابدعت ابدعت. يلا كملي الفيديو للاخر، وما تنسيش بقى في لايك وفي تعليق واي كومنت كده على ذوقك. وما تنسيش بقى لو اول مره تشوفي الفيديو بتاعي بالله عليكي اعملي اشتراك في القناه بتاعتي واعملي لايك واي كومنت على ذوقك كده. تعالي بقى نقطع مع بعض المسخسخه ديت، وهي مسخسخه ومعرفتش اقطع منها حاجه. انا نسيت ان انا كنت مقطعاها. ماشي. عشان كده بقول لكم ما تعملوش زي ما انا ما عملت في الاول وتقطعوا، ما تقطعوهاش. يا دوبك حطوا بس عليها شويه اللبن كده معلقتين 3 سكر حسب الصينيه بتاعتكم وحسب الكميه، واللبن ما يكونش مغلي، يكون دافي يا دوبك بس كده عشان الكيكه ايه تشربها. تمام. وبعد كده حطي بقى كل اللي انا حطيته ده، وبعد كده في الاخر حطيها في التلاجة تسقع شويه. بصي هي ملحقش تسقع اصلا، بس انا كنت مستعجله كنت عايزه ادوق اهي. ويا ريتني حطيتها في التلاجة شويه، خفت احطها في التلاجة وانزل الشغل اجي ما الاقيش اصلا المسخسخ في التلاجة، ولا العيال كلوها وما صورش معاكم الاكله. بحب اكل او قدامكم. بصي مسخسخه. بصي فش هتفشول من الشمال واليمين. بصي انا الناس ان هي متقطعه، هي تقريبا ايه، انا قطعت قطعه غير القطعه. بصي الحته دي. بصي الحته دي. يلا بقى ان شاء الله ما حد حوش، هتتاكل وربنا هتتاكل، كله هيتاكل وهيتطحن. هتتطحني حياة امك ما انت بايته في التلاجة، اصبري بس. بصي الذوبان، بصي الروقان، بصي الجمال، بصي الحلاوه. يا خرابي عليك يا بنتي يا رود يا خراشي. ايه رايكم بالله عليكم؟ ايه رايكم، حلوه ولا مش حلوه؟ يلا جربوه. انا عملت لكم القشطوطه وعملت لكم مدلعه، دي جوه بعضيهم كده حاجه كده خيال الخيال. دي كوبايه لبن، عايزه تحطي كده شويه كده قبل ما تحطي المسخسخه ماشي، مش عايزه تحطي والله ما محتاجه. هي مسخسخه زي ما انتم شايفين كده، هي عايزه تمسك نفسها اكتر في التلاجة.
يلا واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر، وانتظروني. ها بصي، الحتت اللي بتوع الحتة اللي على الوش دي تحفة. طعمها ايه مش عايزه اقول لك. جميلة 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 جميلة. ايه رأيكم؟ ها، مسخسخة ولا مش مسخسخة؟ انا وريتكم وانا بطلعها من الصينيه مسخسخه في قلب بعضي، بس انت لو حطيتيها في التلاجة اكتر من كده ممكن تتقطع معاكي حلو، وما تقطعهاش في اول ما تطلعيها يعني. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.